وسط مساعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، تبرز الموارد المعدنية النادرة كورقة تفاوضية في ظل اهتمام أمريكي وأوروبي متزايد بها لدعم صناعاتها الدفاعية. مع السعي للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ظهرت الموارد المعدنية الأوكرانية كورقة تفاوضية اقترحها الأوكرانيون وتلقفها الرئيس ترامب بعد انتخابه من أجل إحلال السلام في أوكرانيا. غير أن وزير الجيوش الفرنسي أكد أن فرنسا تفاوض منذ أشهر للاستفادة من تلك المعادن النادرة. صناعتنا الدفاعية ستحتاج إلى بعض المواد الخام الأساسية لأنظمتنا العسكرية، ليس فقط للعام المقبل بل لل30 أو ال40 عاما القادمة. لذلك من الضروري تنويع مصادرنا. الرئيس ماكرون طلب مني التفاوض مع الأوكرانيين في هذا الشأن، وقد بدأت ذلك منذ أكتوبر الماضي على المستوى الفرنسي. ومع توصل الولايات المتحدة وأوكرانيا لاتفاق بشأن المعادن النادرة، يؤكد محللون وجود مساع فرنسية وأوروبية للاستفادة من المعادن الأوكرانية مقابل مواصلة تقديم أشكال مختلفة من الدعم لبلد أنهكته الحرب. نظرا لارتفاع كلفة الحرب من خلال السنوات الماضية، يعني رأينا كلف مرتفعة، ونظرا للضمانات التي ستعطيها أوروبا أيضا لعدم تكرار الغزو الروسي لأوكرانيا، أعتقد أن قضية المعادن في أوكرانيا ستكون في صلب الموضوع مع الاتحاد الأوروبي للاستفادة من هذه المعادن، وخصوصا أنها موجودة في أوروبا. أعتقد أن الشراكة ستكون أمريكية أوروبية مع أوكرانيا من أجل الاستفادة القصوى وتغطية كلفة الحرب وردع الأطماع الروسية. وتمتلك أوكرانيا احتياطات هائلة من المعادن النادرة مثل الليثيوم والتيتانيوم التي تدخل في صناعة التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الدفاعية، وهو ما قد يدعم خطوات الدول الأوروبية ودول حلف الشمال الأطلسي لتعزيز صناعاتها العسكرية. اليوم الاقتصادات العالمية مبنية على مواد خامة أخرى، منها الأتربة النادرة والمعادن النادرة التي تدخل في الصناعات الإلكترونية عموما. هذه الخلفية الاقتصادية تجعل من الصراعات السياسية اليوم والجيوسياسية بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية تثير إشكالية الأمن العسكري طبعا، ولكن أيضا الأمن الاقتصادي. يبدو أن المعادن الأوكرانية باتت عنصرا أساسيا في معادلة الحرب والسلام بين مفاوضات لوقف القتال وسعي الدول الكبرى لتأمين احتياجاتها الصناعية. ليبقى التساؤل ما إذا كانت هذه الاتفاقات ستسرع إنهاء الحرب أم أنها ستفتح فصلا جديدا من التنافس الجيوسياسي. عبد العزيز أسوكا، الحرة، باريس.